السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفولية أو الرز بالفول أو مقلوبة الفول، يعني زي ما تسموه. اكتبولي بقى في التعليقات انتوا بتسموه عندكوا ايه. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الناس اللي بتحب الفول الوصفة دي هيحبوها جدا. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة جبت معايا الفول الأخضر اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ أقشره كده وأطلع الفول من جواه بالشكل ده. أنا مصورة الفيديو ده بقالي يعني فترة طويلة، مش عارفة أصلا في دلوقتي فول أخضر ولا لأ، فمعلش بقى نزلتهولكوا متأخر شوية. فأنا هخلص كل كمية الفول اللي عندي كده بالشكل ده كده. بعد كده هجيب معايا حلة حطيت فيها شوية زيت حلوين كده، وجبت معايا بصلاية كبيرة أو بصلتين صغيرين، وهحمر البصل لحد ما يتحمر معايا بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عندي ب3 فصوص من التوم. أول البصل ما ياخد اللون الأحمر ده بنزل بالتوم، بس ياخد تشويحة كده، يعني أشم ريحة التوم بس. بعد كده خلاص بيكون جاهز معايا. ما تغمقوش البصل علشان ما يتحرقش معاكوا ويمرر كمان، بس لازم يكون احمر قوي علشان الرز هياخد لونه من لون البصل اللي انتي هتحمريه. فما تخليش لونه فاتح عن كده ولا يغمق عن كده علشان ما يمررش. بعد كده هنزل عندي بواحدة طماطم كبيرة مقطعاها قطع صغيرة بالشكل ده كده. هقلبها كده مع البصل واسيبها لحد ما تتسبك معايا كده شوية. خلاص كده الطماطم اتسبكت معايا واتهرست كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عندي بالفول اللي انا فرطته بالشكل ده. هديله بقى كده تقلبتين، وبعد كده هنزل عندي بشوية من الشوربة. لو ما عندكيش شوربة ممكن تضيفي شوية مية ومكعب من مرقة الدجاج، بس طبعا بالشوربة بيكون طعمها أحلى بكتير. نزلت بقى عندي هنا بشوية ملح وفلفل أسود وشوية بهارات. أنا مش بكتر الملح علشان طبعا الشوربة اللي عندي فيها ملح وكده، فبضيف شوية ملح كده صغيرين. هديهم تقليبة واسيبها لحد ما تغلي معايا. وبعد كده بهدي النار واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي معايا 3/4 سوا. بعد كده ما استوت معايا 3/4 سوا، جبت شوية رز غسلتهم كويس جدا وصفتهم، وبعد كده نزلت بيهم كده على الفول بالشكل ده. هغطي الحلة واسيبها لحد ما تتشرب كل المية دي كده. بعد ما اتشربت المية نزلت عندي بشوية من الزبيب. ممكن تضيفي كمان اي مكسرات انتي حباها، او ممكن كمان تستغني عن اي مكسرات انتي مش حابة تضيفيها براحتك جدا. خطوة الزبيب دي اختيارية. هقلب كده الرز كله في بعضه بالشكل ده، وفي الوقت ده طبعا بهدي النار خالص بعد ما تشرب المية بتاعته. بتخليه على نار هادية خالص علشان يكمل السوا بتاعه. بعد ما بقلب كده بروح مغطياه بقى كده واسيبه لحد ما يكمل السوا. خلاص كده الفولية بتاعتنا استوت وبقت قمر كده زي ما انتوا شايفين. جربوها علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.